دخل الزعيم المباراة بتشكيل مكون من ياسين بونو، ياسر الشهراني، حسان تنكتي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد، محمد كانو، مالكوم، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، ميتروفيتش، ميشيل ديلجادو. وسيطر لاعب الهلال على مجريات اللعب منذ البداية تحت أنظار الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، الذي كان حاضرا بمدرجات استاد الملك فهد لمتابعة اللقاء. ومع حلول الدقيقة 38 سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للزعيم، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو قام الحكم بإلغاء الهدف، وذلك بسبب دفع ميتروفيتش لمدافع التعاون. وفي شوط المباراة الثاني واصل الهلال سيطرته على وسط الملعب وسط محاولات لفك طلاسم دفاعات فريق التعاون لكن دون جدوى. ومع حلول الدقيقة 81 أرسل مالكوم كرة عرضية تنفيذا لكرة حرة من الجهة اليسرى، قابلها ميتروفيتش برأسية رائعة مرت بين أقدام الحارس وسكنت الشباك.